فاكرين وانتوا صغيرين لما كنتم زعلانين ومحدش سمع لكم، ولما كانوا بيقولوا لكم ما تزعلش مفيش حاجة تستاهل، كبر دماغك، انت مكبر الموضوع. فاكرين احساس ان اللي جواكم مش مهم؟ الحلقة دي مش عن اطفالنا بس، عن الطفل اللي جوانا اللي لسه مستني حد يسمعه ويفهمه. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده في فيديو جديد في بودكاست على قد علينا. النهارده في قضية جديدة في محكمة الأطفال العادلة، والقضية هنا ليه الأبهات والأمهات مش بتفهم مشاعرنا. أنا لما بزعل ما فيش حد بيجي يسألني انت زعلانة ليه. لما كنت بعيط حد بيقول لي ايه العياط ده، ما تعيطش، مع اني بكون زعلان، بكون متضايق ومش عارفه اقول. سؤال للجميع، لو انتوا رحتوا اشتكيتوا لمامتكم او باباكم او اخواتكم او اي حد وقالك معلش او حتى مهتملكش ولا اخد حقك ولا عمل اي حاجة، شعوركم بيبقى من ناحية اللي عمل معاكم الخناقة ايه، ومن ناحية اللي انت رحت تشتكي له وما عملش حاجة ايه؟ انا بالنسبة لي بشعر اولا باللي ضربني او اللي عمل لي اي حاجة، بشعر من ناحيته بالحزن. لما بروح اقول للتاني وما يردش عليا بصراحة ببقى ايه يعني، ولا ده ساعدني، يعني الاتنين ايه مش بيحبوني، فبحب افضل اسأل نفسي. انا بقى بعمل ايه؟ انا ببقى متضايقه من ما عمل كده زي ما يوسف قال، وببقى متعصبه من اللي ما اهتمش بيا وبروح في اوضتي على طول. احمد، حد من اخواتك عمل معاك مشكله ورحت اشتكيت لمامتك او باباك، خلينا مثلا لو رحت اشتكيت لمامتك وهي قالت لك معلش يا احمد، او حتى ما ردتش عليك او ما اهتمتش ليك، هتحس بايه؟ انا حاسه ان انا زعلانه. طب بتعرف تقول باللي انت حاسس بيه ولا لا؟ انا مش بعرف اقول. لو اتخانقت مع حد ايا كان ايه هو وبعد كده بعد شويه هو جه وتأسف لك، هتحس بايه؟ ساعات بحس انا فرحان، وساعات بحس بالغيظ ليه؟ ما هو جه يتأسف لك. ببقى حاسس كده اللي هو جاي يتأسف لي وخلاص، عشان المشاكل ما تكبرش واروح اقول لحد كبير، الحد الكبير ده يضربه، يقعد يقول له كلام هو مش عاجبه. انا بقى بحس بفرحه علشان خلاص ما ده حقي خلاص واخدته بالفرحه. طيب سؤال، انتوا بتحبوا اللي قدامكم او الكبير يسمعكم ولا لا؟ انا بالنسبه لي اكيد بحب ان هو يسمع لي، بس مفيش مجال لكده. كل الناس اللي حواليا حرفيا يعني ما بتسمعش لاي حد، فهتسمع لي انا. انت رايك ايه يا يوسف؟ بصي، يعني انا ماشي موافق في رايك، بس مش كل الناس كده. الناس معظمها اصلا بقت مشغوله بالتليفون وحاصل في التليفون، فمش هيركزوا معاكي. انا بحب حد يسمعني، لان هو لما يسمعني طلع كل اللي جوايا، اقول مين عمل فيا كده ومين ما عملش فيا كده، واقول انا بحسس بايه، يعني بالفرحه وبالحزن بالملل. طب بترتاح لما بتخرج اللي جواك ولا لا؟ برتاح طبعا، زي الكنز بيبقى مدفون تحت الأعماق، وفجأة لما تطلعه تحس كده ان انت وجدت حاجة كانت مدفونة، كأنها مدفونة جواك، زي السر بيبقى مدفون جواك، وانت لما بتطلعه بتستريح. بحب الكبار يسمعوني علشان كده ببقى بحس بفرحة ومش بحس بحزن خالص. بحب ماما وبابا يسمعوني. المشكلة مش اننا بنزعل، المشكلة ان لما بنزعل ما بنلاقيش اي حد يسمعنا او يفهمنا، يقول لنا حاسين بايه. هو زعل غلط ولا الخوف غلط ولا احنا الغلط؟ يمكن محتاجين الكبار يسمعونا زي ما بيسمعوا نفسهم. عايزين حد يسمعنا مش يدي نصايح، يسمعنا وبس. الكبار لازم يسمعونا، ده ما ينفعش. حكمت محكمة الأطفال العادلة بأن الكبار لازم يسمعوا الآتي: 1. مشاعر الأطفال حقيقية حتى لو الكبار مش فاهمينها.
2. الطفل مش محتاج حل، دايما محتاج احتواء. 3. مفيش احساس غلط، بس في تصرفات عايزة تتصلح، والكبار يتعلموها ويعملوها معانا. لما نفهم مشاعر الطفل هنعلمه يفهم مشاعره. رفعت الجلسة، ونشوفكم في حلقة جديدة في بودكاست على قد علينا، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب. أمهات ويا آباء، خلونا نتفق على شوية حاجات عشان نقدر نفهم أطفالنا. أول حاجة، إن المشاعر لا تساوي السلوك. المشاعر مش بتتعاقب، اللي بيتعالج هو السلوك، لكن الإحساس مهم إنه يتفهم الأول. يعني مثلا نقول لأطفالنا أنا فاهمة إنك زعلان، بس ما ينفعش نضرب أو نكسر. التسمية بتطمن المخ، يعني لما نسمي المشاعر زعلان، حزين، مبسوط، قلقان، ده بيقلل توتر المخ عند الأطفال. يعني بدل ما نقول بلاش عياط نقول شكلك متضايق، صح؟ ده بيخلي الطفل يهدى أسرع. خلينا فاهمين إن الطفل مش محتاج دايما حل. الطفل أكتر حاجة بتوجعه إنه يكون بيحكي، وهو بيحكي يتقاطع في نص كلامه. أحيانا المطلوب وهو بيحكي إنه يكون في نظرة اهتمام مننا وإحنا بنسمعه ليه، يكون في كمان حضن، ويكون في لحظة صمت. يعني ما نقولش طب اعمل كذا أو كان المفروض تعمل كذا. ما تصغروش إحساس الطفل لأنه صغير. الحاجة البسيطة عند الكبار دي بتكون كبيرة جدا عند الأطفال. يعني ما ينفعش نقلل من شعوره أو نسخر من شعوره. زي مثلا لما نقوله انت لسه عيل، دي حاجات تافهة. ده بيعلم الطفل ان مشاعره غلط وانها مش مهمة، وده طبعا بيكون اساس الكبت والقلق بعد كده. مهم نسمع من غير ما ندافع. يعني لو الطفل قال لنا انتوا بتزعقوا، ده مش اتهام، ده احساس. طب ايه الرد الصح هنا؟ الرد الصح هنا ان احنا نقف لحظة ونقول يمكن صوتي عالي شوية، طيب خلينا نحل ده سوا ونفهم الأسباب. ده بيعلم الطفل إن الاعتذار مش ضعف، وإن الحوار بينكم فيه أمان. الطفل اللي بيتفهم بيتربى من جواه. الأطفال اللي بيتسمعوا من أهلهم واللي أهلهم بيهتموا بمشاعرهم دول بيكونوا أهدى، بيكونوا أقل عدوانية، بيعرفوا يعبروا بعد كده عن مشاعرهم أو عن نفسهم، وبيكونوا أقرب لأهلهم في فترة المراهقة أو الشباب. يا ماما ويا بابا، أول هدية تقدموها لطفلكم مش إنكم تصلحوهم، إنكم تسمعوهم وتفهموهم. الفهم بيبني، الاحتواء بيعالج، والكلمة الطيبة بتعيش جوه الطفل عمر كامل. لو حاسين إن في معلومة واحدة مفيدة ليكم أو تستفيدوا منها، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتبعتوها كمان لكل الناس اللي تحبوا إنهم يستفيدوا زيكم. لو عايزين تفهمونا